كلمة beyond من الكلمات المهمة جدا في اللغة الإنجليزية، مش في معناها الأساسي بس اللي معناه خلف أو وراء أو غير، بتيجي أكثر من معنى، لكن كمان بتيجي مع تعبيرات في اللغة الإنجليزية مهمة جدا ومهم إنك تعرفها لأنها هتودي الإنجليزي بتاعك في حتة جامدة جدا. تعال نعرف المعاني بتاعة beyond النهاردة لما بتيجي مع كلمات تانية. أول حاجة لما أقول لك مثلا beyond control. beyond control يعني حاجة خلاص ما عادتش تحت السيطرة، خرجت عن السيطرة. لما أقول لك مثلا the problem is beyond control، المشكلة خرجت عن السيطرة. ده كمان تعبير حلو جدا هو go above and beyond. above and beyond بمعنى إنك you went the extra miles، يعني أنت عملت حاجة زيادة عن المفروض تعمله. لما أقول لك مثلا the reporter went، بتيجي مع جو، خد بالك، وفي الماضي went. The reporter went above and beyond to help this family، يعني الريبورتر عمل اللي عليه واكتر. بالظبط كده. اوكي، above and beyond عشان يساعد العيلة دي. reporter اللي هو الصحفي. اوكي، وهكذا. عندك كمان beyond doubt. beyond doubt يعني مما لا يدع مجالا للشك، او الموضوع ما فيهوش اي شك. لما اقول لك مثلا مو صلاح right now is beyond doubt the best player in the world، يعني محمد صلاح دلوقتي بدون شك هو احسن لعيب في العالم. عندك كمان ايه يا ربي لما نقول beyond me او beyond him او beyond them، لما beyond تيجي بعدها ضمير، معناها ايه؟ معناها ان الحاجه دي صعبه عليا. it's difficult to understand. لما اقول لك مثلا Chinese is beyond me، يعني الصيني او ماندرين، اللغه ذات نفسها الصينيه دي صعبه عليا فهمها، مش هعرف اتعلمها. it's beyond me. فلما توصف حاجه قد ايه صعبه بتجيب beyond وبتجيب بعدها ضمير. اخيرا beyond repair، يعني ما ينفعش يتصلح، يعني حاجه خلاص انت فاهم. لما تبقى صلحت الكمبيوتر بتاعك مليون مره وتروح توديه له يقول لك ارحمني بقى يا اخي، this computer is beyond repair. الكمبيوتر ده ما ينفعش يتصلح، انت حطه كده ديكور في البيت حضرتك. تمام، دي كانت حلقه النهارده وبيوند. لو الفيديو عجبك انت عارف تعمل ايه، مش محتاج اتكلم. سلام.